بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. كنت من فتره عملت فيديو عن موضوع وظيفه السايس والبلطجه اللي احنا بنشوفها في الشوارع والاجبار اللي بيتم على الناس في بعض المناطق او اغلبيه المناطق التجاريه على مستوى القاهره والجيزه، وبتلاقي اشكال غريبه واقفه ما تعرفش هي جايه منين ولا تبع مين. بيقول لك هات يا باشا وادفع يا باشا عشان تركن، وانت اصلا ولا تعرف له صفه ولا وظيفه ولا هو تبع اي جهه جايه ولا اي حاجه. ومؤخرا شفنا اكتر من موقع من حاجه على المواقع في بعض البلطجيه اللي تحت مسمى سايس بيجبروا الناس. شفنا في مصر الجديده وشفنا في اكتر مكان، وتم القبض على 40 سايس في نطاق مصر الجديده، وكله خد حكم بشهر عشان بيشتغلوا في وظيفه او بيشتغلوا بمهنه لم فلوس غير مستحقه او غير قانونيه او بطريقه غير قانونيه من اصحاب المركبات بدون وجه حق وكشغل بلطجه. والحكومه بدات تنفذ الكلام ده من شهر 8 اللي فات، بدات تنفذ القانون رقم 150 لسنه 2020، مع انه المفروض يتنفذ من بدري، بس بداوا يركزوا عليه لما لقوا الموضوع انتشر قوي وبقى فيه اكتر من مشكله بتحصل. فده خطوه كويسه جدا من الحكومه، والحمد لله. احنا يمكن الفيديو بتاعنا اللي انا عملته من فتره عمل مشاهدات عاليه جدا سواء على اليوتيوب او على التيك توك. كنت اتكلمت في الحته ديت ووجهت رسالتي للحكومه ان يبداوا يفكروا في الموضوع، عشان الموضوع انتشر قوي وبقى فيه حاجات بتحصل. وظهرت بعديها بكم، يعني الفيديو ده تقريبا من كام شهر، ظهر بعديها اكتر من موقف، اقربهم الموقف بتاع السيده بتاعت مصر الجديده اللي كانت في شارع ناحيه الكوربه تقريبا، وحصل مع موقف مع سايس وقعد يبلطج عليها برضه، ما كانش عاجبه كمان، ورغم ان هي كانت بتصوره يعني، واتقبض عليه وخد شهر جنحه وخد شهر فيها، مع مش فاكر طبعا الغرامه كانت قد ايه، بس اتحكم عليه بشهر يعني. خد عقوبه بمعنى اصح، ايا كانت العقوبه ايه، بس يكفي ان هو تعاقب. فدي هتبقى بدايه كويسه جدا. دورنا احنا بقى كاصحاب عربيات بتركن العربيه في الشوارع، لازم يبقى ليك دور، اللي هو ايه، مش اي حد واقف في الشارع يركنك تديله فلوس، لازم تتاكد ان هو واحد متعين تبع على الاقل الحي او تبع المحافظه او معاه ترخيص او معاه تصريح عشان يبقى ماشي واقف رسمي ويكون معاه ايصال بالكلام ده. غير كده لا. طب تعمل ايه لو حصل بقى تطاول او حصل حد قل ادبه او حد عمل؟ عندك رقمين تليفون هيبقوا معاك، احفظهم، انا هقولهم دلوقتي، احفظهم عند حضرتك او حطهم على موبايلك واكتب عليهم النجده الخاصه ببلطجه السايس. سجل الرقم ده كده عندك، عشان لما يحصل حاجه من اي حد في منطقه انت متعود تروحها كتير واتفاجئت ان في واحد واقف عند حضرتك بياخد منك فلوس على الرغم ان ده مكانك او مكان شغلك او ايا كان المكان اللي انت رايحه، وده واقف بيبلطج على سعادتك، بكل بساطه جدا وانت واقف مكانك هتروح رافع، يا اما تتصل بالنجده تقدم بلاغ اللي هي 122 كلنا عارفينها، يا اما هتتصل ب 136 وتقدم الشكوى بتاعتك والمنطقه اللي انت واقف فيها وايه اللي حصل مع حضرتك بالظبط، طبعا ببياناتك الشخصيه كلها برقم عربيتك بكله، او تتصل ب 01 32 3 وحايد 4 اصفار 01 32 3 وحايد 4 اصفار. دول الرقمين اللي متعلقين بموضوع بلطجه الشغل السايس او ناس البلطجه اللي بيقفوا في الشوارع بيلموا فلوس بالعافيه. لو مش عرفتش توصل دول، معاك ال 122 ودي النجده، وبرده داخله في الموضوع، ومن حقك تتصل بالنجده وتقدم بلاغ ان في واحد بيبلطج عليك وبياخد منك فلوس بالعافيه عشان تركن في الشارع، اللي هو حق لكل مواطن. لازم الحكومه اللي تقننه، مش بمزاجنا ولا بمزاج الناس اللي خارجه مش لاقي شغلانه يروح واخد له رصيف. عايز اقول لكم ان هم بيأجروا الرصيفه، يعني بيتفقوا مع بعض، انا همسك من هنا لهنا وانت من هنا لهنا، وعربيه ما بتعديش، ولو ما دفعتش يا يخربش لك العربيه، يا يكسر لك مرايه، يا ينقل لك فرد الكاوتش، هيعمل لك مشكله. دور عليه بقى، ما انت هيخبطك الخبطه شكرا. انت دور عليه بقى، صلح بقى، عشان ما تقدرش تدفع له 10 ولا 20 جنيه يروح كاسر لك مرايه تعمل لها 1000 جنيه، خارم لك فرد الكاوتش تروح تصلحها ب 150 جنيه، يكحت لك جنب عربيه عشان تجيب بولش وتعمله تخش لك في علبه مش عارف ب 300 400 جنيه عشان ما ياخد منك تديله 10 جنيه او 20 جنيه. وشوف هو بيلموا قد ايه على مدار اليوم، كام عربيه داخله وخارجه، فاللي هو يعني ما فيش اي تقنين فيها خالص. فانا بنشكر طبعا الحكومه وبنشكر الداخليه على المجهود اللي بداوا يعملوه، وان هم بداوا يركزوا في الموضوع دوت. وده راجع برضو ان احنا بنتكلم، احنا كل ما بنتكلم كل ما بتساعد الدوله على فكره، كل ما بتقول مشكله بتقابل حضرتك كل ما بتساعد الحكومه انها تنفذ وتعمل. انت ساكت الحكومه هتعرف منين؟ ما الحكومه مش هتراقب 120 مليون هتمشي وراهم، احنا لازم نتحرك.
ولازم احنا اللي عندنا المبادره، ولازم احنا نتحرك. فانا بتكلم في كل نقطه بحيث ان هي واخده راي عام. الحمد لله الفيديو ده كنت اتكلمت فيه من فتره وحصل فعلا وربنا كرم والامور اتغيرت. ده الفيديو عشان اوضح للناس تعمل ايه لو وقعت في مشكله في الشارع وانت بتركن عربيتك مع واحد ملوش مله ولا ليه دين ولا ليه اي معنى في الحياه، يقول لك هات فلوس عشان يركنك. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير. السلام عليكم.